السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هنعرف مع بعض قصة البروتوتايب، العدو الرئيسي في لعبة بوبي بلاي تايم، والعقل المدبر لساعة الفرح، واللي بيسيطر على أغلب الدمى الموجودة في مصنع بلاي تايم كو. والصدمة اللي كلنا عرفناها في نهاية الشابتر الرابع، وهو إن الطفل أولي اللي كان المفروض إنه حليف لينا، بينكشف لينا في نهاية الشابتر الرابع إن هو نفسه البروتوتايب، وإنه كان بيخدعنا طول الوقت. وقبل ما نبدأ ما تنساش تحط لايكك المتين واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ. التجربة 1006. أول بروتوتايب هو العدو الرئيسي في لعبة بوبي بلاي تايم، والسبب في حدوث ساعة الفرح اللي أدت لتحويل مصنع بلاي تايم كو من مكان يتم عمل فيه تجارب سادية على الأطفال لتحويلهم لألعاب، لمكان تسكنه الدمى والألعاب الحية ويحكمهم البروتوتايب. من بداية دخول اللاعب للمصنع من الشابتر الأول حتى الشابتر الرابع، وما كانش بيظهر منه غير إيده بس، وكان بياخد جثث الدمى الأعداء في الشابترات القديمة اللي قام اللاعب بقتلهم، مثل مومي لونج ليجز وكات ناب. بس أخيرا شفنا شكله الكامل في الشابتر الخامس، واللي طلع صدمة ومختلف تماما عن توقعات ناس كتير، واللي نقدر نقول عليه إنه سايبورغ، جسم ضخم ومرعب بيجمع ما بين الشكل الآلي والدمى الميتة، لابس قناع بورسلين دائري أبيض وابتسامة عريضة جدا ومليانة أسنان ضخمة ومخيفة، وعنده عين واحدة فيها بؤبؤ ميكانيكي آلي بينور باللون الأصفر في الضلمة، ولابس لبس مهرج، وجسمه نحيل وطويل جدا، وجواه عمود فقري بيحتوي على أعضاء بشرية، ودامج أجزاء من دمى مختلفة زي دراعات من هاجي واجي وكيسيميسي ومومي لونج ليجز. وكمان هنلاقيه مغطي ظهره بالفرو الخاص بكاتناب. وأخيرا أهم جزء وهو الجزء السفلي من جسمه، المدمج بآلية حديدية ضخمة برجلين عنكبوتية، واللي بتديله القدرة على إنه يتسلق الحيطان ويجري بسرعة كبيرة جدا زي ما شفناه بيطارد اللاعب. المفاجأة اللي عرفناها في الشابتر الخامس هو إنه تم الكشف عن هوية البروتوتايب الحقيقية، والقصة الكاملة والمأساوية للبروتوتايب من بداية لما كان مجرد طفل يتيم عايش في مصنع بلاي تايم، لحد ما تحول لأقوى وأخطر كيان مرعب في مصنع بلاي تايم كو. وإنه البروتوتايب كان زمان مجرد طفل يتيم اسمه هو أوليفر، وفي فترة من الزمن حصل لأوليفر اعتداء بمطرقة بسبب مجموعة من الأشخاص في المصنع، اتسببت ليه بإصابات خطيرة جدا. وبعد الحادثة دي أوليفر تم تبنيه من صاحب المصنع إليوت لودويج، واللي وعد أوليفر إنه هياخده لمكان أفضل ويعوضه عن كل الحاجات المؤلمة اللي حصلت له في حياته. اللحظة دي كانت بمثابة الأمل في حياة أوليفر، اللي حس إنه خلاص لقى الشخص اللي هيعوضه عن كل الآلام اللي حصلت له. بس الحقيقة إن إليوت لودويج ما كانش بيعمل كده بدافع طيبة القلب وبس، ده كان عنده هوس سري وغريب، وهو إعادة إحياء بنته الميتة بوبي. وعشان يقدر يعمل كده ويرجع بنته للحياة، قرر يستخدم ابنه بالتبني أوليفر كحقل تجارب، واللي قام بدمج وعي وجسد أوليفر مع أجزاء ميكانيكية متطورة وعظام بشرية، عشان يولد لينا أخيرا البروتوتايب. وأوليفر بقى هو أول تجربة بشرية ناجحة تماما في مشروع مبادرة الأجسام الضخمة. إليوت لودويج فرح جدا إنه التجربة نجحت، وإنه أخيرا هيقدر يرجع بنته بوبي للحياة. لكن لما أوليفر عرف إن أبوه بالتبني ضحى بيه بس عشان يمهد الطريق لإحياء أخت بوبي. Did you say something? Oliver? If you want to talk, I'm here. I don't pretend to know how you're feeling, but This was always about her. what do you mean? No, Ollie. It was never about me. Never about my better place. It was for her. She's all you talk about. Oh, my boy. Don't. You don't get to call me that. Ollie's gone and I'm a test runner. The prototype. And you get around yelping up a hammer just like him. Just like... Nothing can make things go back to how they used to be, but we could be a family if you want. And for what it's worth, I think you and her would get along really well. And as for your name, well, I can call you whatever you like. Can we meet her? Soon. I hope. Very soon.
وزي ما سمعتوا أوليفر كان متضايق وحزين جدا بسبب إنه كان مجرد تجربة لأنانية أبوه ورغبته إنه يتحدى الموت ويرجع بنته للحياة حتى وهي ميتة. وإليوت لودويج بيقوله إنهم مش هيقدروا يرجعوا زي زمان بس يقدروا يكونوا عيلة واحدة. وفعلا أوليفر بيصدقه وبيقوله إمتى هيقدر يقابل أخته بوبي، وبيرد عليه إليوت لودويج وبيقوله إنهم هيتقابلوا قريب جدا. لكن في الحقيقة إليوت لودويج ما كانش صادق في كلامه، كان عايز بس يحتوي أوليفر عشان ما يخرجش عن السيطرة. بس لما أوليفر بيعرف كده الغل والكره بيسيطروا عليه أكتر وأكتر، واللي بيقرر أخيرا ينتقم من أبوه إليوت لودويج ومن كل العلماء الموجودين في مصنع بلاي تايم كور. ومن اللحظة دي بتكون دي اللحظة الحقيقية لرحيل أوليفر الطفل البريء وولادة البروتوتايب. وبيبدأ البروتوتايب يخطط لفترة طويلة عشان يقدر يهرب من غرفة العمليات. وفي فترة من الزمن البروتوتايب بيتعرف على طفل يتيم تاني عايش في المصنع اسمه سيودر جرامبل، وفعلا البروتوتايب أقنع سيودور إنه يساعده في الهروب من المصنع. وخلال المحاولة دي سيودور اتعرض لصدمة كهربائية كانت هتقتله، ولكن البروتوتايب أنقذ حياته في اللحظات الأخيرة. والعلماء خدوا سيودور وحولوه لدمية كات ناب، ومن يوميها كات ناب حرفيا بيعبد البروتوتايب وبيعتبره إلهه المخلص اللي هيحرره ويحرر كل الأطفال اليتامى والدمى التانية من جحيم مصنع بلاي تايم كو. وفي يوم 8 أغسطس 1995 البروتوتايب عمل خطة شيطانية جمع فيها كل الألعاب والدمى الحية اللي اتعذبت في المصنع زي هاجي واجي ومومي لونج ليجز، واللي البروتوتايب اداهم الإشارة عشان يبدأوا باللي عرفناه في اللعبة باسم ساعة الفرح. والدمى هجمت على كل العلماء والموظفين في المصنع وقتلتهم بوحشية جزاء لكل اللي كان بيتعمل فيهم. أما البروتوتايب راح وقتل أبوه إليوت لودويج انتقاما منه على اللي عمله معاه. وبعدها خد الأطفال اليتامى الموجودين في المصنع ونزل بيهم للمعامل السفلية. بس في ناحية تانية أخته بوي ومجموعة من الدمى رفضوا اللي حصل في ساعة الفرح لأنها كانت مجزرة بمعنى الكلمة، وحصلت حرب ما بينهم تسمى حرب الألعاب واللي انتهت بفوز البروتوتايب والدمى المتحالفة معاه. وبوبي بعد المجازر اللي حصلت وكل الناس والدمى اللي ماتوا قدامها، بوبي حست بالذنب والرعب من كل ده وهربت واستخبت في أوضتها وهي بتعيط. والبروتوتايب بيلاقيها وبيحصل حوار ما بينهم كالتالي: Hiding in your room. Running away. From the Rebellion you started. I can't be who they need. I'm not. I didn't ask for them to look to me. But I Failed. It scared you. And so you ran. like a child. Prototype, stop this. Please. You wanted something better, but if you don't let the orphans go, you won't get it. Don't you see that? Even if you kill me, you'll be fighting the others for years. Please, just let them go, and no one else needs to die for either of us. Please. Everything dies, Poppy. Everything except us. Refuse truth. Refuse reality. You infants can never go free. Otherwise, we'll be left with And Infinity will be lonely. one way to make you see this. No! No! Prototype! Please! Stop! Please!
الحوار ده بيوضح لينا فلسفة البروتوتايب المرعبة، وهو إنه شايف إن كل حاجة هتموت إلا هما الاتنين لأنهم عيلة واحدة، وإن الأطفال والدمى لو خرجوا برا المصنع مش هيشوفوا إلا الجحيم بس. وبوبي ترجته بدموع إنه يوقف اللي بيعمله وإنه كان عايز حاجة أفضل، بس البروتوتايب رفض كلامها وحبسها في الصندوق الزجاجي اللي اللاعب حررها منه في الشابتر الأول. وبدأ ساعتها البروتوتايب يحكم مصنع بلاي تايم كو بالكامل. قصة البروتوتايب بتطبق المقولة الشهيرة، هو إنه الأشرار لا يولدون بل يصنعون. Always about her. What do you mean? No, Ollie. It was never about me. Never about my better place. It was for her. She's all you talk about. My boy. Don't. You don't get to call me that.